السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الصابون. وفري بقى في بيتك كده وهات حاجة كده توفر عليك. اتمنى ان الفيديو بتاعي يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش بالله عليكم باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. طبعا هنا اللي انا بوريكم الكيس بتاع الصابون. طبعا اللي عايز ياخده سكرين شوت ويجيب زيه من اي محل. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هيوفر معاكي ياما. انت بتروحي تجيبي شويه قد كده بالخمسة او بالعشرة جنيه، او بتجيبي الجزازه بالشيء وشويه. بتطلعي المعجون ده وتحطيه في الجيركن اللي انت هتعملي فيه، بس طبعا تعملي في حاجة واسعة عشان خاطر ده بيتزود من 8 كيلو. طبعا ما تعمليش 8 كيلو كلهم عشان بيبقى خفيف شوية. اعملي مثلا 7 كيلو، اقل حاجة يعني 7 كيلو. عايزة تعملي 8 كيلو براحتك برضو، بس هيبقى خفيف شوية. انا عملت 8 كيلو، وكان حلو مظبوط معايا تقيل وحلو. هنا بقى بتحط المعجون ده زي ما هو كده بيبقى جاهز من كل حاجة. يا دوبك بتحط الأول لتر من المية الأول وتقلبيه حلو، أهم حاجة التقليب. أنا هنا خلاص هحط كده لتر من المية، وهمسك بقى خشباية أو أي حاجة تكون طويلة عندك يعني، وقلب قلبي على قد ما تقدري انت، شوية عيالك شوية، لأن طبعا بياخد تقليب ياما فبيوجع ريحتك. فانت تجلبي على قد ما تقدري فيه عشان ما يبقاش فيه تكتلات ولا اي حاجه من دي. هنا بقى هاخد الماجور ده زي ما انتوا شايفين كده وانزل على الارض، لان بصراحه البتاعه كانت عاليه فما كنتش عارفه اتحكم يعني فيها في التجليب. جلبي بقى شويه حلوين كده لحد ما تتاكدي خالص ان هو داب، ما فيهوش اي تكتلات ولا فيه اي حاجه. طبعا بياخد تجليب، بياخد فتره يعني على ما يتجلب ويدوب معاك. طريقته سهلة، يا دوبك بتفضي المعجون اللي بيبقى فيه دي في الجيركن، وبتجلبي كده وخلاص وبتعبي وتشتغلي منه. رغوة عالية وبينضف معاكي وريحته كمان مش عايزة اقولك وانا بعمله كانت الريحة عاملة ازاي. ده لو جبتها يوفر عليكي ياما يعني. وطبعا ده بتعمليه 8 لتر او 7 لتر. عايزاه تقيل اعمليه 7 لتر، فبيبقى تقيل معاكي وحلو. هنا خلاص انا قلبته خلاص كده. طبعا اتاكدت يعني ان هو باش خالص وما فيهوش اي تكتلات ولا اي حاجه. جبت هنا بقى 2 لتر من الميه، وكنت حاطه لتر في الاول، يبقى كده 3 لتر. انا حطيت يا بنات 7 لتر من الميه، بس بصراحه التليفون كان واقع مني، كان فصل شحن في الفتره دي، فغصب عني يعني سامحوني. هنا خلاص كنت خلصته يعني، وجهزت طبعا الجيركن اللي انت هتفضي فيه او الجزايز زي ما تحبي. همسك بقى افضي على طول. عايزه اقول لك كان تقيل خالص وانا بفضيه. شايفين التقل بتاعه، وكل ما تسيبيه كل ما هيتقل كمان. والرغوه دي طبعا بتنزل يعني ما بتناش زي ما هي كده. همسك بقى اعبي في الجيركن ده. انا مليت الجيركن ده ومليت كمان جزازة يعني عشان اشتغل فيها واغسل برضو معاكم المواعين عشان اوريكم قد ايه الرغوة بتاعته. وهجيب برضو كوباية واوريكم الرغوة بتاعته، التجل بتاعه. انا خليته تقيل خالص عشان يبقى بيرغي معاكي وحلو. شايفين الصابون تقيل اكنك شريان من بره. طبعا انت بتروحي تجيبي شوية قد كده يعني مش مستاهلين حاجة، يا دوبك غسلتين ولا 3 وبتلاقوهم خلصوا معاك. فانت توفري على نفسك وتوفري فلوسك. وتجيبي كده لو جبتوه كل شهر هيوفر معاكي ياما خالص. بس هنا خلاص همسك الجيركن ده بقى اشيله واستخدم منه بقى اما احب يعني اعوز منه. طبعا هغسل برضو معاكم المواعين واوريكم قد ايه رغوته وقد ايه بينضف. بس البتاعة دي كان فيها صابون، فامسكها اغسلها حلو عشان ما تقولوش ده في صابون قديم ولا كده.
حابة أشكر كل حد اشترك معايا وبيكتب لي كومنت حلو وبيحط لي لايك. بشكركم بجد لأنكم شرفتوني. وكلامكم الحلو ده شرف كبير ليا. ما نحرمش منكم أبدا من الكومنتات بتاعتكم الحلوة. وشكرا لكل ضيف دخل معايا جديد. بشكركم جدا من قلبي. أتمنى إن الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم كده. زي ما انتوا شايفين كده الرغوة بتاعته. انت جربيه بس وانت هتعرفي. طبعا هو بيجي جاهز كده، ما بحطش فيه اي حاجة. لو انت عايزة بقى تحطي شوية كربونات وكده في بعد ما تخلصيه. في الجزازة اللي انت هتشتغلي فيها حطي معلقة صغيرة من الكربوناتو او معلقة كبيرة. الكربوناتو دي بيخليلك المواعين معاكي فل فل. بس هو برضو بينضف وحلو وياكي. ما تحطيش خل لان الخل بيموت معاك الرغوة، مش بيخليلك في رغوة. بيجدلك على الرغوة، انما الكربوناتو ما بيعملكيش اي حاجة في الرغوة، بينضف معاك وبيبقى حلو معاك خالص. همسك بقى المواعين. بصراحة ما كانش عندي الا شوية مواعين صغيرين، همسكهم برضو اغسلهم كده حلو. طبعا انتوا شفتوا الكوباية عاملة ازاي، كانت بتزيخ كده من كتر النظافة. خلاص هنا خلاص خلصت المواعين والبتاعة ديت. البتاعة ديت يعني كان فيها لبن، فكانت ماسكة شوية. كنت حاطة فيها مية بقالي ساعة كده عشان اوريكم برضو بينضف قد ايه. وكان فيها برضو سمار كده لازق عليها. مسافة ما مشيت البتاعة كده عليها نضفت معايا ولمعت ورجعت اكنها جديدة لسه. طبعا مش هحكي لكم ياما عنه، يعني انت هتجربيه. هو طبعا بيكون جاهز، انا ما اخترعتش فيه ولا عملت فيه اي حاجه. انا يا دوبك كده قلبت كل حاجه على بعضها، مش محتاج يعني اختراع ولا اي حاجه من دي. بس كده اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.